تعالوا نعمل تحلية سهلة وبسيطة ترطب بقى كده على قلبنا في الجو الحر اللي احنا فيه. تحلية كده ب3 مكونات بس، جميلة وسهلة ولذيذة ومش هتاخد منك 5 دقايق وانت واقفة كده على الرخامة يا ست الكل. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. معانا بقى هنا باكوين من الجيلي. اول باكو هاخده واحط عليه كده ميه مغليه، كوبايه ميه مغليه، وادوبه لحد الحبيبات بتاعته ما تدوب خالص. طبعا بعد بقى ما تدوب خالص هنزل عليه بنص كوبايه ميه ساقعه متلجه، وبعد كده ادخله بقى التلاجة. بعد كده هعمل الباكو التاني وبرضو نفس المقدار، كوباية مية سخنة ونص كوباية مية ساقعة لحد ما يدوب خالص، واركنه بقى جنبي كده على الرخامة شوية. بعد كده انا معايا قطعة من القشطة، تقدري تستبدليها بكيس كريم شانتيه. ومعايا معلقتين لبن بودر، ممكن تستغني عنهم لو انت حابة لو ما عندكيش. ومعايا معلقتين كبار من شربات الحلويات او العسل النحل، يعني تقدري تستبدلي العسل النحل السيرة بالحلويات بعسل النحل، او وبرضو تقدري تستبدلي القشطة بالكريم شانتيه. اضربهم بقى كده بالمضرب الكهربائي. طبعا انا نزلت بذرة ملح عشان تعادل الطعم معانا. اضرب كده بقى بالمضرب الكهربائي ضربة حلوة محترمة. بعد كده بعد ما ضفت بقى كده الجيلي، برضو اضرب كده معايا لحد الخليط ما ينعم، بس ما تضربيش قوي عشان ما يفسلش منك. وتقدري تستعملي الخلاط في الخطوة دي، لكن المضرب اليدوي الخليط يقطع منك. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا بقى بعد الجيلي طبعا ما جمد، هو مش هياخد وقت معانا خالص في التلاجة، وهيطلع معانا كده بالجمال والحلاوة ديت. قطعته كده مربعات ومكعبات بالسكينة صغيرة. شايفة كده جماله وحلاوته زي حبيبات الكريستال بالظبط. حاجة كده روعة وحاجة كده تحفة. تقدري تحطي في صينية كبيرة او اي حاجة انت تحبيها. انا حبيت كده احط في الاطباق بتاعتي، اطباق الجيلي بتاعتي، عشان يبقى كده كل واحد ياخد الطبق بتاعه. هم عملوا معايا 5 اطباق، الخامس صراحة ما كانش مليان قوي فبعدته عن الكاميرا. بعد كده مع بعض نشتغل في ال4 اطباق دولت. بعد ما حطيت كده مكعبات الجيلي او مربعات الجيلي، هنزل بقى كده بالخليط اللي احنا ضربناه، اللي هو القشطة واللبن البودر والسيرب الحلويات وباكو الجيلي. ولما ننزل بقى كده على مربعات الجيلي او مكعبات الجيلي ما نقلبش عشان الجيلي معانا ما يدوبش، اللي هو المربعات او المكعبات ما تدوبش مننا. لا ما تقلبيش، تسيبيه كده زي ما هو قدامك في الفيديو بالظبط. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وصفة سهلة وجميلة وبسيطة، وهتعمليها وانت واقفة في 5 دقايق على الرخام، ولا وقت ولا مجهود. وطبعا كلنا بنحب طبعا الجيلي وبنحب نرتب على قلوبنا كده. لسه ما كانش دخل التلاجة، لما يدخل بقى التلاجة هتشوف القوام بتاعه حاجة كده عسل، وحاجة كده لذيذة لذاذة مش طبيعية يا جماعة. وصفة سهلة وبسيطة، والقوام بتاعها كريمي مش تقيل قوي. لا شايفيه كده مربعات الجيلي او مكعبات الجيلي، حاجة كده تحفة وحاجة كده قمر. وصفة سهلة كده وجميلة وترتب على قلبنا في حر الصيف. يا رب كده اكون افدتكم ولو بمعلومة، وان شاء الله تعجبكم الوصفة، وربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم وتاكلوها في الهنا ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واستودعكم الله مع الف الف سلامة يا حبايبي، وفي امان الله. باي باي.